جارك دن الوفا جريان قهداري ما سبها وبخير بسبها وبكيف وخوشي بوسبيدا يا هيفي اف ام دست بهنو چيان بك افكار معامر مراد شمرة پیشکش بك. مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله صباحكم. اقدم لكم فيما يلي نشر موجزا لاهم الانباء، ابداها بالموجز. 16 منظمة مسيحية في الجزيرة ترفض جملة من قوانين الإدارة الذاتية. الطائرات الروسية تلقي مناشيرا على القرى الكردية في حلب. ضبط خلية لداعش في اسطنبول تدرب أطفالا. قيادي سوري منشق عن داعش، تجنيد بريطاني من أصول صومالية لاغتيال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى التفاصيل. أصدرت 16 منظمة سريانية صبيحة اليوم الأربعاء بيانا توضح فيه موقفها الرافض لبعض قرارات الإدارة الذاتية. وجاء قانون إدارة أملاك المهاجرين في بداية البيان، حيث أكد بأن هذا القانون يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة وحق التملك. وأضاف البيان بأن محاولة تشريع تشكيل لجنة القيم على أموال الغائب والمهاجرين هي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير. كما رفض البيان قانون التراخيص وفرض أجور وضرائب على المواطنين وقانون التجنيد الإجباري. وأوضح البيان الموقف الرافض للتدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في الجزيرة، معتبرا إياه أمرا معرقلا لسير العملية التربوية والتعليمية. ألقت الطائرات الروسية في قرى ريف الباب مناشيرا على تلك القرى، وبحسب مصادر من المنطقة فإن تلك المناشير أثارت حالة من الخوف بين السكان في وقت تشهد فيه المناطق المجاورة للمنطقة قصفا جويا روسيا مكثفا. كشفت وسائل إعلام تركيا عن اعتقال أفراد خلية لتنظيم داعش تعمل على تدريب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما. ووفق بيان لقوى الأمن التركية فإنها اعتقلت أكثر من 50 أجنبيا كانوا يستعدون للتوجه إلى سوريا للقتال مع داعش. من جهتها انتقدت جمعيات دينية اعتقال القوات التركية للأطفال والمتشردين وطالبت بالإفراج عنهم. أبلغ قيادي سوري منشق عن تنظيم الدولة الإسلامية المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا أن تنظيم الدولة الإسلامية قام بتجنيد مقاتل بريطاني من أصول صومالية، وذلك بغية اغتيال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بتهمة الردة ونشر الأكاذيب وتضليل المسلمين. وأكد القيادي أن المقاتل البريطاني خضع لدورات محترفة في القتال القريب والاغتيالات السريعة، وأنه غادر الرقة متوجها إلى بريطانيا في شهر تموز يوليو الفائت من العام الجاري، حيث مقر إقامة مدير المرصد. وأكد القيادي المنشق بأن الكاهن اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو لا يزال على قيد الحياة عقب اختفائه منذ 29 من شهر تموز يوليو من العام 2013 لدى ذهابه إلى مقر تنظيم الدولة الإسلامية والواقع في مبنى محافظة الرقة لمقابلة أمير في التنظيم. وأكد القيادي السوري المنشق حديثا عن التنظيم للمرصد أن الأب باولو محتجز في سجن تشرف عليه الكتيبة المعروفة باسم الكتيبة الأوزبكية، والموجودة في غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي. كما أكد القيادي الذي يعد من قيادات الصف الثاني في التنظيم مشاهدته للأب باولو بشكل شخصي أثناء مهمة له في ذلك السجن. وقال للمرصد: شاهدت الأب باولو في سجن الكتيبة الأوزبكية بالطبقة قبل انشقاقي عن التنظيم في مطلع أيلول سبتمبر من العام الجاري لأسباب عقائدية وشرعية. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الموجزة. طاب صباحكم.